السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى ان شاء الله جايلكم بفيديو جديد، وهنعمل مع بعض رز بلبن عظمه، يعني فوق العظمه بشويه. مفيش حد بيدوق الرز بلبن بتاعي الا لما بيقول لي تحفه، واحلى من بره بكتير جدا، احلى من الملكي واحلى من بلبن واحلى من كل البراندات دي. في الفيديو ده هقولك على اضافه جديده انا اخترعتها كده، انا اخترعتها من نفسي، يعني جت معايا بالصدفه، بس فعلا بتخلي الرز بلبن تحفة تحفة تحفة، ولا كريم شانتيه ولا اي حاجة خالص. هي اضافة بسيطة وسهلة، بس بتفرق جدا. عايزة اقول لكم، انا مرة كان عندي قشطة العبد دي، كنت جايباها في حلاوة المولد بالصدفة يعني، فقلت ايه، اما احط كده قطعة منها على رز بلبن، خلته تحفة. هي اصلا بيبقى طعمها حلو، بيبقى طعمها كده جوز هند، بيبقى طعمها حلو جدا. جوز هند ومعاه بندق كده ومكسرات جميلة. حطيتها مرة على الرز بلبن كده، على فكرة خلته روعة. لو مش موجودة عندك هتعملي برضو رز بلبن تحفة تحفة تحفة. انا اصلا على طول بعمل من غيرها، هي مش على طول عندي يعني، بس بيبقى جميل برضو. محضرة كوباية مية صغيرة مش كبيرة، ونص كوباية رز. انا هعمل لتر لبن، لتر اللبن بياخد نص كوباية رز وكوباية مية. تمام. طبعا الرز ايه، مغسول ومتصفي، رز مصري مغسول ومتصفي. هولع على الرز يغلي كده غلوتين لحد ما يقرب يستوي. اول ما يقرب يستوي الرز، هنزل عليه بلتر لبن جاموسي. هنا لازم اللبن يكون جاموسي، مش لبن العلب او لبن مبستر، ما بيبقاش حلو، جربته مرة مش حلو. اللبن يكون جاموسي عشان يكون في نسبة دسم. بعد ما الرز يستوي هنزل عليه باللبن، وهنقع بقى ايه، هنقع كده اللبن بالرز. هغطيه كده وانقعه قد ساعة، ساعة ونص. دي خطوة مهمة جدا وسر من اسرار نجاح الرز بلبن. بعد ساعة ونص هكشف عليه، هتلاقي ان الرز كده نفش كده والحباية كبرت، وتحسي ان انت حطيتي رز كتير جدا. بس هقولك لا، ده هو الرز بيتطعم وبيستوي في اللبن، وده سر من الاسرار على فكرة. بعد ما سبته ساعة ونص هبتدي بقى، انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت نص كوباية سكر وانا بنقعه. لتر اللبن بياخد نص كوباية سكر، وسكره مظبوط. حطيت بقى القشطة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو، حطيت 3 قطع بس، ومعاهم معلقة قشطة كبيرة من وش اللبن. تمام. يبقى احنا كده حطينا ايه، سوينا الرز الاول في المية، وبعد كده نزلنا باللبن وبعد كده نزلنا بقى بالسكر بقى والفانيليا والقشطة. في الاخر حاجة خالص بقى بنزل بايه، بالنشا، معلقة نشا صغيرة مليانة. دي اخر حاجة بنزل بيها. ايد ماسكة النشا بتنزل بالنشا، وايد بتقلب بالمضرب عشان ما يتكتلش معايا. بس مفيش ابسط من كده ولا اسهل من كده. لو عملتي كل حاجة انا قلتلك عليها في الفيديو ده، عملتي كل خطوة زي ما انا قلتلك عليها بالظبط، صدقيني اللي هيدوق عندك هيقولك ده احلى من ملكي واحلى من كل البراندات دي. سهل وبسيط. وعلى فكرة لو ما عندكيش قشطة هتعمليه بنفس الطريقة وبنفس الخطوات. اهم حاجة تظبطي المقادير، تظبطي مقدار السكر، مقدار النشا، كل حاجة تظبطي مقدارها، هتعملي رز بلبن عظمة واحلى من اي محل. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة.